المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشغل في طلبات والناس قلبت الكومنتات أسئلة. النهارده هجاوب لك على كل الأسئلة دي، وكمان في حاجة مهمة إن سعر كل باتش زاد 2 جنيه، وده بسبب الزيادة اللي حصلت في البنزين الفترة الأخيرة. يعني اللي كان بياخد 32 ب 34 وال30 ب 32 وهكذا. ولو دلوقتي جاهزين يلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ بالصحاب عايزك تنزل دلوقتي حالا كده، تنزل تدوس لايك وتشترك في القناة، عشان أنا عارف أنت بتتفرج ومن غير ما تشترك في القناة، فانزل هتخسر ايه؟ مش هتخسر حاجه. اشترك في القناه وما تنساش اهم حاجه تنزل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو كسلت تصلي في الكومنتات صلي في سرك، وده اهم حاجه ممكن تعملها. وتعالى كمان اقول لك اللي انا سايب لك في اخر الفيديو ده حاجه مهمه جدا هتقلب الدنيا على طلبات الفتره الاخيره، فاتاكد انك تشوف الفيديو ده للاخر عشان تعرف ايه هي الحاجه دي. خليني اقول لك ايه نوعيه الاسئله اللي انا هجاوب عليها في الفيديو ده. هما نوعين، النوع الاول اللي واخد لايكات كتير، النوع الثاني اللي انا ما غطيتوش في الفيديو اللي فات. واول سؤال هنا بيقول انا مش فاهم حوار طلبات مارت، ممكن حد يفهمني الموضوع ده؟ طلبات مارت ببساطه كده دوت سوبر ماركت تابع لطلبات نفسها. العميل بيطلب حاجه من السوبر ماركت ده، وانت بتروح تستلم الحاجه ديت من السوبر ماركت وتوصلها للعميل من غير ما تدفع ولا مليم. الاوردر دوت انت بتسلمه للعميل، بتاخد فلوسك من العميل تحطها في جيبك، ودوت بيبقى من قبضك الاسبوعي. يعني باختصار كده مفيش فلوس من جيبك، شغل سريع. لكن سعر الباتش هنا اقل من سعر الطلبات العاديه. بمناسبه سعر الباتشات والقبض فانا اتكلمت عليه بتفصيل في الفيديو اللي فات، فانصحك تشوفه قبل ما تشوف الفيديو ده. السؤال اللي بعد كده من مهمد، ومهمد بيسال سؤال لولبي، بيقول انا دلوقتي مش ميعاد قبضي يوم الاحد مثلا، وجالي اوردر من مطعم شريك، ما دفعتش حاجه فيها ورحت سلمته للعميل وحاسبني عليه. الفلوس اللي اخدتها من العميل دي هتفضل معايا لغايه القبض، ولا بتتورد، ولا ايه نظامها بالظبط؟ يعني هوردها تاني للمطعم في نفس اليوم؟ رد عليه تيتو 266 قال له ما يعرفش حاجه، ده هو واخد الكلام كوبي من ناس تانية عامله الفيديوهات بتقول نفس الكلام. بعيدا عن كلام عم تيتو اللي ملهوش اي 30 لازمه، والكلام كله في الحماده وهو مش متابع اصلا وما يعرفش احنا عملنا فيديوهات قد ايه تخص طلبات، بس خلينا نرد على كلام مستر مهمد. في النقطه دي خلينا نوضح كام نقطه كده. يعني ايه مطعم شريك؟ المطعم دوت انت بتاخد منه الاوردر من غير ما تدفع ولا مليم، بعد كده بتسلمه للعميل والعميل بيسلمك فلوس الاوردر ده، وده كده باختصار المطعم الشريك او اللي بيحصل في الاوردر بتاع المطعم الشريك. الفلوس اللي انت بتاخدها دي بقى بتساوي جزء من القبض بتاعك، يعني الفلوس دي بتفضل معاك، ولا بتسلمها للمطعم ولا بتوردها ولا بتديها لاي حد، بتفضل في جيبك انت. يعني باختصار كده انت فعليا بتسحب من الفلوس بتاعه القبض بتاعك بس بدري شويه. وخليني اقول لك مثال، هنقول ان قبضك مثلا 3000 جنيه، جالك اوردر شريك بعيدا عن يوم الخميس ب 200 جنيه، انت هتاخد ال 200 جنيه ديت وتحطها في جيبك، وفي الاخر بيتخصموا من ال 3000 جنيه، يعني يوم الخميس هتسلمهم 2800 جنيه. فباختصار مفيش حاجه اسمها اوردها للمطعم ولا اسلمها للمكتب بتاعي ولا اخليها في جيبي لحد يوم القبض، لا، الفلوس ديت انت ممكن تصرف منها عادي، وفي الاخر بتخصمها من فلوس القبض بتاعك. السؤال اللي بعد كده من كريم بيقول لي مبلغ ايه انت اخرك 1000 ونص والمحفظه بتقفل؟ بصراحه انا مش فاهم الناس بتبقى عنيفه قوي ليك في الكومنتات كده يا جماعه، كانهم يعني انا بتكلم في حاجه في الدين، يعني أنا عادي، يعني نسيت حاجه مش مشكله، بس الراجل ده صح. وخليني اوضح لك ان محفظه الطلبات ديت بتكون موجوده على الابلكيشن، وديت بيتجمع فيها الفلوس اللي انت بتجمعها خلال العمليات. وخليني اوضح لك ان ديت ملهاش علاقه بالمرتب بتاعك، دي بس بتسهل لك عمليه الحسابات. اما بالنسبه للليميت بتاعها فهو زي ما كريم قال كده بالظبط من 1000 ل 1500، ودوت بيختلف من مكتب للتاني، ولما انت بتوصل للليميت دوت بتضطر ان انت تصفيها عشان تبدا تشتغل بيها تاني. عمر بيقول انا سمعت ان القبض بيكون عن طريق الابلكيشن، وخليني اقول لك انه لا، القبض في طلبات مش بيكون عن طريق الابلكيشن، القبض في طلبات بيكون ليه طريقه خاصه جدا، اللي هو 3 اسابيع بتلم الفلوس بتاعتك من المطاعم الشريكه وطلبات مارت، والاسبوع الرابع بتستلم فلوسك من المشرف بتاعك. يعني الابلكيشن مش بيحول فلوس، ده عباره عن وسيله بتحسب لك القبض بتاعك. وخليني اقول لك برضو انك لو ما فهمتش موضوع القبض فانا شرحه بالتفصيل في الفيديو اللي فات. كيرو بيقول ايه افضل نظام الحساب والامان، اوبر، اندرايف، طلبات، ولا ديدي؟ بصوا الصحاب، ده رايي الشخصي انا مع تجارب كتير قوي مع الطيارين. بالنسبه للامان فطلبات فيها اكبر نسبه امان، ودوت بسبب ايصال الامانه عشان بيلزم حق الطرفين. اوبر واندرايف وديدي الموضوع بيبقى فيهم اسهل شويه، بس المسؤوليه عليك اكتر. نيجي بقى لنقطه الحساب والفلوس. طلبات فلوسها اقل في الرحله، بس طلباتها اكتر وشغاله طول اليوم. بالنسبه لاوبر وديدي سعر الرحله فيها بيبقى اعلى، بس انت محتاج سكوتر او موتوسيكل يستحمل عدد الافراد ويستحمل عدد الشغل اللي هيجيلك. اما بالنسبه للاندرايف فهو ارخصهم في الثلاثه، وارخم حاجه فيه ان الناس بتقعد تفاصل في سعر الرحله. والملخص لو معاك موتوسيكل او سكوتر وعاوز دخل ثابت يبقى طلبات، لو معاك موتوسيكل او سكوتر وعاوز دخل اعلى يبقى اوبر. ده ملخصهم والمقارنه بين الاثنين واني احسن فيهم. عبده بيسال
طب انا ازاي بجيب الفلوس الاوردر اللي بوصلها للعميل ولا انا اللي بدفعها؟ ده على حسب نوع المطعم اللي انت هتاخد منه الاوردر. لو مطعم عادي فانت بتدفع الفلوس من جيبك وبتستلمها من العميل، والفرق دوت بتاخده اخر الاسبوع. اما لو نوع المطعم مطعم شريك فانت ما بتدفعش اي حاجه، بتروح تسلم الاوردر للعميل وبتاخد الفلوس من العميل وبتحطها في جيبك، وده بيبقى جزء من القبض بتاعك. اما لو طلبات مارت بيبقى نفس الفكره، مش بتدفع فلوس، بتاخد الفلوس تحطها في جيبك على طول. مصطفى بيسال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انا ينفع اشتغل في طلبات بجانب الكليه بس شغل 4 ساعات بس عشان اعرف اذاكر، متاح 4 ساعات ولا لا؟ الحلو في طلبات ان هو نظام مرن، ينفع تشتغل 4 ساعات، لان ده عدد الساعات اللي بيبقى فيها اقل شيفت. فانت لازم تراجع مع المكتب بتاعك، ومذاكرتك اهم من اي حاجه في الفتره اللي انت فيها دي. عمر بيقول: هي فلوس قبض الشركه اللي انا بلمها على مدار الشهر ده غير الاوردرات بحصلها برضو، ولا هي مرتب ثابت بس؟ خلينا متفقين ان طلبات ما فيهاش مرتب ثابت. كل جنيه انت بتلمه بيكون من سعر الاوردر اللي بتوصله، الفلوس اللي بتجمعها من المطاعم الشريكه وطلبات مارت، وساعات بيكون فيه بونص او حوافز، وكمان انت ممكن تاخد تبس من العميل نفسه. يعني باختصار الشغل كله نظام انتاج، شغل اكتر فلوس اكتر. كريم عايز مقارنه بين طلبات وبريدفاست، وتعالى نلخصها. اول حاجه طلبات، اوردرات اكتر، شغل مستمر، فلوس معقوله، ونظام ثابت وواضح. اما بالنسبه للعيوب فهو ايصال الامانه ونظام القبض اللي هو بتاع كل اسبوع اللي هو بيلخبط ناس كتير واتكلمنا عليه قبل كده. بريدفاست مميزاتها فلوس اعلى في الرحله الواحده، مفيش ايصال امانه، وقبض ثابت اكتر. اما العيوب في عدد الرحلات اقل، وانك محتاج تفضل رايح جاي بين البريد. فلو هدفك فلوس ثابته ودخل سريع يبقى طلبات. اما لو كان هدفك فلوس اعلى وشغل خفيف يبقى بريدفاست. ينفع اشتغل بالعجله وانا عندي 15 سنه؟ السؤال بتاع السن ده اتكرر كتير وفي ناس كتير قوي بتسال عليه، وبصراحه كده الرسمي في طلبات اللي هو الحد الادنى للسن هو 18 سنه. معظم المكاتب مش بترضى تشغل ناس اقل من كده، بس في مكاتب بتشغل ناس عندها 17 و16 سنه، لكن 15 سنه ديت ما افتكرش ان هم هيوافقوا نهائي. دكتور اسلام بيقول: انا بدرس في طب بيطري وما بعرفش اشتغل وقت الدراسه بسبب الضغط، ينفع اشتغل وقت الاجازه 3 شهور وامشي وخلاص ولا لا؟ والرد باختصار ان هو ايوه ينفع، وده بسبب ان طلبات ما عندهاش عقد او حاجه تلزمك ان انت تفضل مثلا معاه سنه كامله عشان تفضل في الشغل بتاعك. فكل اللي عليك انك بتقدم من خلال المكتب وتقول لهم مثلا انا عايز اشتغل 3 شهور، وبعد ال3 شهور ديت بتوقف والموضوع بيبقى بسيط جدا. هبه بتسال: انا عندي 40 سنه ينفع اشتغل في طلبات ضروري؟ يرد عليا: هسلم الحاجات ماشي. ينفع تشتغل وانت عندك 40 سنه، لان طلبات ما عندهاش حد اقصى للسن. طول ما انت قادر تمشي وتسلم اوردرات للعميل وتتعامل مع الابلكيشن بشكل كويس انت كده تمام. وانا حرفيا بشوف ناس بعيني وقابلتهم وهم فوق ال 50 سنه ما شاء الله، يعني ربنا يديهم الصحه، وشغالين في طلبات عادي. محمد بيقول: طب انا لو ما عرفتش الم القبض بتاعي كل يوم خميس ساعتها بيروح عليا ولا بيفضل في الحساب عندي؟ لا يا ابو الصحاب، ما فيش حاجه اسمها بيروح عليك، بيفضل في الحساب عندك عادي. يعني مثلا لو القبض بتاعك 3000 وانت لميت 2000 بس، فال1000 اللي ناقصه ديت ممكن تكملها الاسبوع اللي بعده عادي، مفيش اي مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ينفع اعمل سجل تجاري واعمل مكتب واقدم اوراق بحيث اكون طرف او فرع لشركه طلبات؟ تعال اقول لك الرد المختصر: لا، ما ينفعش، لان طلبات بتتعامل مع شركات محدده ومعتمده، وبالتالي ما عندهمش نظام ان اي فرد ينفع يعمل مكتب ويبقى وسيط عندهم، فللاسف انت مش هتعرف تعمل كده كفرد. احمد بيسال ان هو لو معاه سكوتر كهرباء هل ده ينفع؟ بص، هو معظم المكاتب مش بتقبل السكوترات الكهرباء، ان المدى بتاع السكوتر الكهرباء قصير، البطاريه كمان بتسخن، الحمل تقيل على السكوتر هيفصل شحن. لكن في بعض المكاتب بتقبل عادي، فالاصح اللي انت تروح للمكتب بتاع المنطقه بتاعتك وتسال، وان شاء الله يقبلوك. وهنا بقى نيجي للحاجه المهمه، بما انك استنيت للاخر يا ابو الصحاب، فانا هقول لك على الحاجه اللي هتقلب موازين طلبات في الفتره اللي جايه دي. ولو انت فعلا شغال في طلبات لازم تخلي بالك منها. اللي هيظهر على الشاشه قدامك ايصال سحب رخصه بتاريخ الشهر اللي احنا فيه ده. طب سبب سحب الرخصه ايه؟ ان الطيار كان ماشي بالصندوق عليه اللوجو بتاع طلبات. طب فين المشكله هنا؟ ما على طول ماشيين باللوجو بتاع طلبات. وخليني اقول لك ان المشكله هنا ان طلبات والمكاتب اللي شغاله ليها مش بتدفع ضرائب على الصندوق، او ان هي تحط اعلانات على صندوق شبه كده. فمجرد ان اي شركه حطت لوجو بتاعها على صندوق يعتبر اعلان، وبالتالي اللي هي مجبره تدفع ضريبه او رسوم على الاعلان للحكومه. فبالتالي اي ضابط هيوقف حضرتك هيسحب منك الرخص، ومش هتاخد اقل من 6 شهور وقف. ده لو كان ضابط حنين كده وما اخدش منك السكوتر او الموتوسيكل بتاعك يعني. فنصيحه اخويه مني، لو انت هتبدا الموضوع او لو اوريدي انت بادئ في شغل طلبات، ما تنزلش بالصندوق عليه لوجو طلبات الا لما الشركه تحدد موقفها من الموضوع او تدفع الضرايب او تحل المشكله دي بشكل قانوني. واتمنى يعني اي حد من مسؤولين طلبات يشوف الفيديو او يشوفوا الجزء ده، لان ده
حاجه ما فيهاش هزار، وبسببها هتسبب في قطع ارزاق ناس كتير. ودي كده بالصحاب اهم الاسئله اللي وصلت لي. لو عندك اي سؤال تاني او حاجه نسيت اتكلم عليها سيبها لي في الكومنتات، وان شاء الله ممكن نعمل عليها فيديو تاني. ولو حابب تشوف تجارب الطيارين على ارض الواقع هتلاقي عاملين فيديوهات بالهبل، ادخل شوفها في القناه. فيديوهات بص كتيره جدا وتجارب كتير جدا وناس بص زي العسل. ادخل اتفرج عليها، هتلاقي اللينكات بتاعتها كلها في القناه. وبس كده، كان معاكم رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.